حاجات ما كلفتنيش ولا جنيه وساعدتني جدا في علاج الحبوب. اول واهم حاجه، نشفوا وشكوا بالمناديل مش بالفوطه، لان الفوطه بتكون بيئه نشطه جدا للبكتيريا. تاني اهم حاجه، فرش الميك اب اللي مش بتكون نظيفه بيكون فيها بكتيريا كتير جدا، فلازم تنضفوها اول باول. بلاش خالص الغسول اللي بيكون فيه حبيبات كل يوم، ممكن تخليه بس مرتين في الشهر مش اكتر. بلاش تستخدمي الوايبس عشان تشيلي الميك اب بتاعك، استبدليها باي مايسلر ووتر عندك. بلاش كمان تعتمدي على الشيت ماسك لان هما مفعولهم مؤقت، وكمان هما مش علاج. الافضل انك تستثمري فلوسك في سيرم تستخدميه كل يوم وكمان يكون فعال معاكي. استخدمي غسول يكون طبي وكمان يكون فعال لعلاج الحبوب. كمان بلاش المنتجات اللي بتكون موجوده في السوبر ماركت لان دي بتكون مخصصه للبشرات العاديه اللي ما فيهاش مشاكل. غيري الكفر بتاع المخده مرتين في الاسبوع لان ده بينقل العدوى. بطلي تهتمي ببشرتك زياده عن اللزوم لان ده ممكن يقلب معاكي بنتيجه عكسيه. اغسلي بشرتك مرتين بس، مره الصبح ومره بالليل. بلاش تستخدمي السيليكون براش، استخدمي ايدك بس، وده برضو لانها بتكون بيئه نشطه للبكتيريا. اخر حاجه، بطلي تحطي ايدك على وشك كل شويه. قولولي بقى كنتوا بتعملوا كام حاجه من دول غلط.